سجود. شعر أديب كمال الدين. الإهداء إلى عيسى حسن الياسري الشاعر والإنسان. حين وصل الشاعر إلى بلاط الملك قال: حرفي مقدس كسر الفرات، ونقطتي طيبة جميلة كدجلة. فقال له الملك: اسجد. رفض الشاعر أمر الملك فطرد من البلاط شر طرده. وحين وصل الشاعر إلى أعداء الملك قال: حرفي عظيم كسر الفرات، ونقطتي زاهدة غامضة كدجلة. فقال أعداء الملك: اسجد. رفض الشاعر الأمر فطرد كذلك شر. هكذا انتقل الشاعر من ملك إلى ملك، ومن سجود إلى سجود، ومن رفض إلى رفض. انتقل أولا إلى ملك الشقاق والنفاق، ثم انتقل ثانيا إلى ملك القلاقل والفتن، ثم إلى ملك الحرب، ثم إلى ملك الجنس، ثم إلى ملك الأكاذيب والترهات، ثم إلى ملك الصد ما رد، ثم إلى ملك الواق واق، ثم إلى ملك المناف السعيدة، ثم إلى ملك المناف التعيسة، ثم إلى ملك الرايات السود، ثم إلى ملك الرايات الصفر، ثم إلى ملك الذهب، ثم إلى ملك الرماد، ثم إلى ملك اللصوص، ثم إلى ملك التيوس، ثم إلى ملك الإذاعة، ثم إلى ملك الخلاعة، ثم إلى ملك العذاب. وعند كل ملك يطلب منه السجود فيرفض فيطرد من البلاط شر طرد. لم يكتفي بعض الملوك بالطرد، بل أمر جلاديه بسحل الشاعر من البلاط حتى الشارع. وقام بعضهم بسحل الشاعر بنفسه، وقام الآخر بجلده بنفسه، ثم قام الأخير بإطلاق كلابه السود لتنهش حتى الموت جسد الشاعر الهزيل. حين مات الشاعر التقى بملك الحروف الذي هش له وبش، وقال له: لن آمرك بالسجود، بل سأجلسك معي على العرش، رغم أن عرشي شديد البساط. ثم نهض ملك الحروف وشق قميصه من الفرح، فبانت الحروف مشرقة كالشمس، وقال للشاعر: اختر حرفك. فاختار الشاعر العين والياء والسين. ضحك ملك الحروف وقال: أيها الشاعر، لقد اخترت أن تصلب وأن تمشي إلى الجلجلة، ما أعظمك، وأنت تصلب هنا أو هناك، دون ما أتباع أو أحبة، دون ما تلامذة أو مريدين، دون ما وردة تعلق على جبينك أو ترمى عليك، دون ما أي شيء سوى اسمك، دون ما أي شيء سوى حرفك